بتقدم السي في ومستني الرد ومحدش بيعبر. تعال اقول لك اكتر 5 حاجات بتخلي السي في يتركن على الرف وما يتفتحش اصلا. حاجه الايميل شكله مريب، ميدو عبده، لا انت بتكتب اسمك الاول والتاني @gmail.com مثلا. ده بالنسبه للايميل. ورقم التواصل يبقى فعال، يعني ما ينفعش تبقى انت موجود هنا في السعوديه فيزا حره وحاطط لي رقم مصري. طب انت حاطط رقم عشان يتواصل معاك ازاي اصلا؟ فانت بتبقى حاطط رقم اللي موجود معاك عشان الاتش ار يتواصل معاك. تاني حاجة السي في مش بيبقى مليان حشو، يعني السي في اللي ظهر قدامك دلوقتي ده سي في حد شغال في شركة جوجل مرتبه 25,000 دولار. السي في بتاعه صفحة واحدة، ما تجيش انت بقى لسه حديث تخرج تعمل لي 3 4 صفح سي في، هي صفحة واحدة كفاية. تالت مشكلة وهي إن مفيش ترتيب زمني واضح. أنت لما تيجي تكتب الإكسبيرينس أو الكورسز مثلا بيبقى فيه ترتيب زمني، بترتبها من الأحدث في الأقدم. وطريقة الكتابة بتبقى إن أنت بتكتب مثلا الوظيفة الأول وبعدين بتكتب التاريخ، أو بتكتب التاريخ الأول وبعدين الوظيفة. فسواء أنت عملت كده أو عملت كده فيبقى هو طريقة واحدة اللي أنت ماشي بيها، مش يبقى مثلا في الإكسبيرينس ماشي بطريقة والكورسز ماشي بطريقة تانية، لأ، فأنت الطريقة واحدة اللي أنت هتمشي بيها تبقى ماشي بيها في كل السي في. وفي هنا مشكلة كله بيقع فيها، وهي ايه؟ ان انت بتبقى متخرج 22 مثلا وكنت شغال في صيدلية في سنة 20، فبتقول مثلا في السي في والله ان انا اشتغلت كصيدلي سنة 20 في صيدلية كذا. فاول حاجة اصلا ازاي اصلا ان انت كنت متخرج 22 وكنت شغال كصيدلي في سنة 20؟ فاول حاجة بتيجي في باله ان انت بتحور، فبقيت السي في اصلا مش هيبص لانك انت بتحور. فالحاجة دي بتتكتب ازاي؟ هي بتتكتب ان انت كنت شغال كتريني فارماسيست، ووقت الانترفيو بتبدأ تبرر والله انا كنت مش عارف انا هشتغل ايه، فانا نزلت اشوف وحبيت مجال الكوميونتي فارماسيست لما نزلت اشتغلته. او ان انت اصلا ان انت شغوف بمجال الكوميونتي فارماسيست وان انت نازل عشان تساعد الناس وتعالج الناس وتسكن الام الناس. فانت بناء على طريقة تفكيرك او ان انت هتقول له ايه بتبقى انت محضر له الاجابة. نيجي بقى في مشكلة تانية، وهي ان انت في خلال سنة اشتغلت في 6 7 صيدليات مثلا. فالستة ما بيكتبوش في السي في، انت بتكتب واحدة او اتنين، لان اصلا كونك انك تكتب ال6 صيدليات في السنة دي فده معناه ان انت الاستابيليتي بتاعتك وحشة، فهو هيخاف انه يوظفك. فانت بتكتب سي في واحد او اتنين. او ممكن اصلا انك تكون ما اشتغلتش اصلا في صيدليات وكنت شغال ميديكال ريب، لازم أن تكتب له صيدلية واحدة. ما تسيبش الاكسبيرينس فاضي ان انت اصلا ما اشتغلتش في صيدليات. فانت حاول توازن. المشكلة الرابعة بقى وهي كلام عام عن النفس. تقول مثلا ان انا بحب القرايه، بحب الكوره، الكلام ده لا تقوله لو انت مقدم على نادي، انما انت مقدم على وظيفه ملهاش لازمه قوي يعني. انما والسكيلز برضو ما ينفعش تكتبي تقول لي كرييتيف ثينكينج وبروبلم سولفنج، بشتغل تحت ضغط، لا الحاجات دي مش بتنكتب. الحاجات الاهم حاجه في السكيلز بتتكتب هي بتعرف تشتغل على مايكروسوفت اوفيس ولا لا، بتعرف تتعامل مع برامج الاي ار بي سيستم ولا لا، انت عندك اللغه عندك بتعرف تتكلم انجليزي ولا لا، ولو بتعرف اكتر من لغه ولا لا. دي الحاجات اللي في السكيلز، دي الحاجات اصلا هتهم الاتش ار، انما الحاجات التانية مالهاش اي ستين لازمه. الكلام اللي فات ده كله بيخلي السي في بتاعك عادي. طب ايه اللي يخلي السي في بتاعك متميز عشان الاتش ار لما يشوفه يبعت لك وتحضر الانترفيو؟ هنا بقى بتيجي في جزء الاكسبيرينس وتكتب تحت كل وظيفه، مثلا انا كنت شغال في صيدليه كذا، تكتب عنه انجاز او حاجه انت عملتها. والله انا زودت مبيعات، زودت الكاستمر ريتنشن، عملت ستوك مانجمنت، عملت النواقص كنت بحلها ازاي. وتبقى كاتب كده كلام بسيط عنها، وتبقى مجهز قصه بحيث ان هو في الانترفيو اكيد هيسالك عنها. فتبقى مجهز قصة محضرها له وتقول له والله أنا رحت الفرع لقيته كذا، فلقيتني المشكلة دي واجهتني فبدأت إن أنا أحلها بالطريقة الفلانية. فأنت بتبدأ بتخلق قصة على الكلام اللي أنت كاتبه. ونقطة كمان إنك بتضيف العمل التطوعي، سواء بقى أنت اشتغلت في الاي بي اس اف أو اشتغلت في رسالة، اشتغلت في الهلال الأحمر، أي حاجة من حاجات العمل التطوعي بتضيفها لأن دي بتقوي السي في. وبالنسبة للكورسات فأنت بتكتب الكورسات اللي ليها علاقة بالوظيفة، يعني ما ينفعش مثلا تبقى أنت واخد كورس من المواد ده وحاططه من ضمن الكورسات. لو حابين الحلقة الجاية عن ازاي تعمل السي في بالذكاء الاصطناعي قولوا، هنغير الجدول ان شاء الله تبقى الحلقة الجاية عن ازاي تعمل السي في بالذكاء الاصطناعي.